السمبوسة أو السنبوسة أو السمبوسك أو السنبوزك بالجيم، كلها كلمات أو مسميات بتتقال على المثلث الذهبي المقرمش المصنوع من عجينة مخصوصة محشية باللحمة أو الخضار أو الجبن. في وصفة النهاردة هتكون جبن ولحم، بس قبل ما أقولك المقادير وأعرفك طريقة التحضير، لو أول مرة بتشوفي قناتي، أنا سمر الدسوقي وقناتي اسمها نوتيلا وموتزاريلا. شايفين جمال السمبوسك عامل ازاي؟ يلا بينا اقولك المقادير واعرفك طريقة التحضير. معايا هنا نص كيلو لحمة، طماطم مكعبات وفلفل وبصلة مفرومة ومكس جبن والبهارات، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ربع معلقة صغيرة حبهان بودر، معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة سبع بهارات. لفة سمبوسة، وديت راس كراته، طبعا بتضيف طعم جميل جدا للعصاج. في طاسة كده على النار حطيت شوية زيت سخنة جدا، الطاسة طبعا لازم تكون سخنة يا جماعة. ضفت النص كيلو لحمة، هفرده طبعا في الطاسة بالشكل ده لحد ما تاخد لون معايا، وهبدأ اقلبها. شايفين لونها اتغير ازاي؟ طبعا كل ده على نار عالية لحد ما يبقى كلها لنفس اللون البني ده. هبدأ بقى اضيف لها البصلة، طبعا برضو على نار عالية، وهقلبها بالشكل ده. تمام كده. هضيف لها بقى الطماطم المكعبات والفلفل السبايسي ده او الحراق ده، طبعا اختياري، لو مش عاوزاه خلاص. هعمل كده اوسع في النص كده واحط حوالي معلقة صلصة او معجون طماطم عشان ايه؟ تعزز اللون بتاع العصاج معايا. وابدأ بقى اضيف لها البهارات واقلب كل ده مع بعضه، وهدي النار بقى لحد ما ايه؟ ما تستوي معايا. طبعا الملح هينزل المية اللي في البصل والمية اللي في الطماطم فهيسوي اللحم. تمام كده. هسيبها بقى لمدة 5 دقايق كده، وبعد كده هضيف لها الكرات والفلفل الالوان ده في الاخر خالص، بحيث ان الفلفل يفضل محافظ على شكله وعلى لونه. هديله تقليبة طبعا على نار عالية، وبعد كده هطفي عليها ونشوف هنعمل ايه. هنعمل بقى الدقيق، هنعمله كده معايا هنا معلقة دقيق، هحط عليها شوية مية واخليها ايه يعني، ولا هي تقيلة قوي ولا هي خفيفة قوي. هقلبها بالشكل ده. طبعا دي هنلزق بيها الطرف بتاع السمبوسة. هدوب الدقيق كويس جدا، لو خف معاكي اوي ممكن تزوديه شوية دقيق صغيرين وتظبطيه كده. وبعد كده هبدأ بقى اصفيه بالمصفى كده عشان لو في اي تكتلات اتخلص منها. تمام كده. هبدأ بقى احشي السمبوسة بتاعتي كده. هجيب ورقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وافردها كده، واحط معلقة عصاج، واجيب الطرف ده على الطرف التاني اعمله بشكل مثلث كده، وابدأ الف كده وافضل محافظة طبعا على شكل المثلث قدامي، وادهن الطرف من خليط الدقيق والزقه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده. نعمل واحدة كمان
اجيب معلقة عصاج كده وامسك طرف اتنيه على الورقة كده قدامي، وامسك الزاوية التانية اتنيها بالشكل ده، وادهن الطرف بتاع الورقة والزقه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هوريكي طريقة تانية لللف. هتني الورقة تانيتين فوق بعض كده واعملها على شكل قرطاس، وامسكها اعبيها او احشيها بالشكل ده، وبعد كده اتنيها واقوم دهنه الطرف. في ناس بتحب تحشيها على ايدها كده، وفي ناس بتحب تحشيها على بلانشة او طبق او اي حاجة قدام. انا بعرفك الطريقتين واللي يريحك اعمليه. طريقتها سهلة وبسيطة جدا، مفيش فيها اي مشكلة خالص، هتبقى استاذة في لفها. شايفين؟ هعمل بقى معاكم اللي محشية جبن. ممكن تحشي ورقتين مع بعض، وممكن تحشي ورقة واحدة، يعني تحطي ورقتين فوق بعض كده وتلفوهم نفس اللفة دي. هلفها برضو نفس اللفة الأولانية بالشكل ده، نزودها شوية كده، وبعد كده ندهن الطرف ونلزقه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بتتحمر في زيت غزير وعلى نار متوسطة او نار هادية علشان تطلع مقرمشة معاكي. اللون السمبوسك الفاتحة دي كانت اللي محشية جبن، ودي اللي محشية لحمة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. لايك وشير وسبسكرايب لقناة نوتيلا وموتزاريلا. ممكن برضو تدهنيها وتدخليها الفرن تحت الشواية، وترجعي تقلبيها على الناحية التانية وتدهنيها وتدخليها تاني. دي طريقة التحمير بتاعتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.